شامبو. سابع نبات معانا السمسم. زيت السمسم بسبب خواصه المضادة للبكتيريا والفطريات بيقلل الالتهابات والقشرة وبيحمي منها، كمان بيحمي من الحكة المصاحبة للقشرة. هو بيرطب فروة الراس بعمق وبيقلل جفاف الجلد اللي ممكن يسبب القشرة. بنستخدمه ازاي؟ بندفي شوية زيت سمسم وندلك بيه الفروة لمدة 10 دقايق وبنسيبه نص ساعة وبعدين نشطفه. تامن نبات الليمون. الليمون ليه خصائص مضادة للميكروبات والالتهابات، وده بيسهم في التخفيف من القشرة، بيوازن الحموضة وفروة الراس وبينظف الفروة من الدهون الزائدة والشوائب، وده بيساعد في فتح المسام وتقليل تراكم القشرة وبيقلل الحكة والجفاف. بنستخدمه ازاي؟ اول طريقة بنستخدم زيت الليمون من خلال تخفيفه بالمية او باضافة شوية منه للشامبو. تاني طريقة عصير الليمون وزيت الزيتون. بنخلط معلقة صغيرة من عصير الليمون مع معلقة كبيرة من زيت الزيتون وندلك بيهم فروة الراس ونسيبه 20 دقيقة قبل ما نشطفه. تالت طريقة عصير الليمون مع جل الصبار، وده مناسب للبشرة الحساسة، بيساعد على الترطيب وتقليل الالتهاب. رابع طريقة مغلي الليمون وخل التفاح. بناخد شرايح ليمون في مية ونغليها ونسيبه يبرد وبعدين بنضيف له معلقة صغيرة